حياكم الله اخوان. ما اتصور قصرت لي مع مظلوم او صاحب حاجة. لهذا يا اخوان اليوم انا محتاجكم توصلون صوتي ومظلوميتي ومناشدتي لرئيس مجلس القضاء الاعلى الدكتور فائق زيدان. سيادة القاضي، املي بالله سبحانه وتعالى ومن ثم بحضرتك. قبل 3 أشهر تقريبا كشفت عن ملف جدار خليجي 25 اللي سوته محافظة البصرة لتغطية العشوائيات، وقلت انه القاضي وائل عبد اللطيف يقول هذا الجدار مسوينه الحكومة ب 485 مليار تقريبا. وائل عبد اللطيف يقول، مو اني، بهذا المقطع الفيديو راح انزل لكم اياه بالتعليقات وشوفوه. بس هذا قلت وائل عبد اللطيف يقول اذا اكو تقصير حاسب المقصر، ماكو وائل عبد اللطيف هو يتحمل مسؤولية كلامه وحق الرد مكفول. وبعد شهر من شالوا الجدار نزلت مقطع فيديو اخر قلت شالوا الجدار والفلوس اللي سووا بها الجدار بحسب وائل عبد اللطيف راحت. بس والله لا قلت لا فاسد لا حرامي لا مرتشي لا هدر بالمال العام، بس ذني قلتهن. اتفاجأ بصدور مذكرة قبض بحقي من جهاز الامن الوطني في البصرة، اصدرها قاضي الجهاز له كل الاحترام والتقدير دون بلاغ اول او بلاغ ثاني او اشعار نقابة الصحفيين. وهذا مخالف لاعمامك سيادة القاضي اللي اصدرته يوم 11/8/2020. قلت بيه انه يجب اتباع التسلسل القانوني باحضار الصحفيين الى المحكمة. ابلغه مرة واحدة، مرة ثانية ما حضر اصدر عليه مذكرة قبض. لذا يجب ملاحظة عدم الاستعجال باصدار مذكرات القبض بمجرد تقديم شكوى على الصحفي. يعني مو اي واحد يشتكي تصدرون امر قبض. وانا سيادة القاضي صدرت بحقي مذكرة قبض دون بلاغي او بلاغ نقابة الصحفيين. اضافة اعمامك الاخر يوم 25/9/2022 قلت خصصنا محاكم للنشر تختص بقضايا الصحفيين، بس الصحفيين تنظر بدعاويهم، والدعوة مقامة. هاي الدعوة الثانية تقام علي بجهاز الامن الوطني سيادة القاضي. ما راحوا لي محكمة النشر الى جهاز الامن الوطني، وانا ما رايد بس تطبيق القانون. وانا لو بس مبلغيني اروح ركض، وهسه اروح ركض غصبا علي وعلى راسي. كل الاحترام والتقدير لقاضي الامن الوطني، ما عندي كل مشكلة. القضاء مع الحق وانا ان شاء الله مع الحق. وهذه الدعوة اللي حاليا انا متهم بها، متهم اللي قلت بس وائل عبد اللطيف هو يقول متهم، منظورة حاليا بهيئة النزاهة. ويوم امس هيئة النزاهة نزلت بيان قالت رصدنا مخالفات بقضية الجدار اللي موجود بالبصرة. يعني اكو دعوة منظورة بهيئة النزاهة. يعني أنا ما حكيت كلام باطل ولا اتهمت الرجل قلت عنه انه فاسد او مرتشي او كذا، ابدا. بكل ادب واحترام تحدثت. سيادة القاضي انا راح اتوجه للبصرة لاني على يقين بان القضاء سينصف الحق والحقيقة، وانا ما جبت شيء من جيبي. لكن من يتحمل مسؤولية سلامة حياتي اذا رحت هذا طريق وانا معرض للتهديد والخطر؟ من يتحمل سلامة حياتي؟ انا تحدثت بوثائق ومن تحدث بها وائل عبد اللطيف. انا شنو علاقة؟ لا انا مسوي الجدار، لا انا شريك وياهم، لا انا طرف بالموضوع. مجرد عملت وفق المادة 38 ان الدستور العراقي اللي تقول تكفل الدولة بما لا يخل بالنظام العام والآداب. اولا حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وثانيا حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر. وأنا أديت دوري كصحفي بس، لا أكثر ولا أقل. لم أرتكب أي جريمة. لهذا أملي بالقضاء أنه ينصفنا مثل ما انصفت ب 19 دعوة بديتها من كركوك، بغداد، ديوانية، سماوة، كربلاء، وصولا إلى البصرة. حياتي وحياة عائلتي بخطر، ومعرض يوميا إلى الخطر، كله في سبيل المصلحة العامة. كل شيء ما مخلي بجيبي. وبإمكانك أن تتواصل مع هيئة النزاهة وتقول لهم هذا الوضع، هذا الصحفي شنو وضعه؟ راح يجاوبوك يقول لك انه هذا الصحفي متعاون مع هيئة النزاهة وكشف لنا
العشرات من ملفات الفساد بمختلف المحافظات العراقية. لهذا أنا أعمل للمصلحة العامة، لهذا على يقين بأن القضاء سيقف مع المصلحة العامة وسيقف مع الحق، لأننا على حق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.